والموقف اللي حصل ان الفيديو انتشر لشباب صعايدة اصلا معروفين على تيك توك. هيلتون جراند نايل تاور. ليه؟ ايه الجرم اللي احنا ارتكبناه عشان احنا لابسين جلابيه؟ قالوا لنا ممنوع، الاداره منع الجلابيه، مع ان احنا داخلين نتفرج على الفيلم بيقول لا للعنصريه. الامتى العنصريه هتبقى هنا؟ اللي حصل يا جماعه اقسم بالله جايين انا والمطعن وعم خريبش نتفرج على فيلم اسد، وعم خريبش اللي طلب وقال انا نفسي اتفرج على الفيلم بتاع محمد رمضان الجديد. جينا هنا الفندق ده، اول ما دخلنا بقول له باب السينما منين؟ بص كده اتلخبط وراح شاور لي قال لي الباب الثاني. رحت الباب الثاني لقيته باب الفندق. باب السينما من هنا، قال لي لا الباب الثاني. رجعت له ثاني بقول له ده بقى رد محمد رمضان. ولاد صعايدة داخلين فيلم اسد امبارح في سينما هيلتون نايل تاورز، يمنعوهم علشان لابسين جلابيه صعيدي، وفيهم واحد في سن والدي. يعني يا اللي منعتهم انت قلبك فين؟ عقلك فين؟ اصلك ايه؟ يعني اصلك ايه؟ امك روسيه مثلا ولا جدك تركي؟ يعني عايز افهم انت منين انت؟ ازاي يهون عليك يا بني ادم تروحهم مكسورين الخاطر؟ ازاي؟ قانون ايه اللي حطاه السينما؟ معالي وزيرة الثقافة وادي محمد رمضان بنفسه طلع يرد على إدارة السينما اللي منعت الصعايدة بدخول بجلابية، والصراحة الراجل قال كلمتين حلوين في حق الصعايدة. وبعد ما الفيديو انتشر وقلب الدنيا لإدارة سينما فندق هيلتون جراند اللي في القاهرة اللي منعت 3 صعايدة لابسين جلاليب من الدخول للسينما، والكارثه الكبيره انهم اصلا كانوا داخلين يتفرجوا على فيلم اسد اللي بيتكلم على العنصريه لمحمد رمضان، وده عشان الفيلم مش موجود في السينمات اللي في مصر كلها غير في كام سينما معدودين، وده عشان الفيلم بيتهاجم زي ما محمد رمضان قال. بعد الفيديو ده بفيديو هنقول بيتهاجم ليه. جلابيه الصعيدي اللي معظم الممثلين ما بيتشافوش ولا بيكسروا الدنيا غير لما بيعملوا دور بالجلابيه الصعيدي بقصه من قلب الصعيد، ومن اولهم محمد رمضان نفسه اللي ما اتشافش بشكل كبير غير في حبيشه ونسر الصعيد، وهو بطل الفيلم اللي اتمنع 3 صعايده من دخوله لمجرد انهم لابسين جلابيه. حتى لو الناس دي قاصدين او بتمثل او بتعمل تجربه اجتماعيه في احد السينمات اللي من المفترض تكون راقيه، فالصراحه هم كشفوا جزء كبير من عنصريه موجوده بالفعل في بعض فئات المجتمع، ومن حقهم يزعلوا وينقهروا كمان ويفضحوا اي حد بيمارس جريمه العنصريه على اصل بلده. انا كنت متاكد ان محمد رمضان ما يطلعش منه الكلام ده ولا يرضاه، عشان كده طلع واعتذر بنفسه للناس وطالب بمحاسبه اللي عمله مع الناس كده. صراحه الناس دي تستاهل اعتذار رسمي من الجميع، سواء اداره الفندق او السينما او حتى فريق عمل الفيلم اللي بيتكلم عن العنصريه. الصعيد هي اقدم بلاد العالم مش بس مصر، والدليل هي الحضاره اللي ابهرت العالم كله من ارض الصعيد، معبد دندره ومعبد الكرنك بالاقصر، وحضاره اذهلت العالم وما زالت حتى الان. فما تستهونوش بالزي الصعيد وبالجلابيه الصعيد، لان عمرها اقدم من عمر دول كتير. اما بالنسبه لحكايه الفيلم فهنعرفها في الفيديو اللي جاي. اتاكد انك عامل فولو وصلي على النبي.